أرجوك أضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس حتى نستمر. تعد حرب الهكسوس والفراعنة واحدة من أكثر الفصول إثارة في تاريخ مصر القديمة. في القرن السابع عشر قبل الميلاد ظهرت جماعة غامضة تعرف بالهكسوس من مناطق شرق البحر المتوسط، واستطاعت بفضل تفوقها العسكري السيطرة على أجزاء كبيرة من مصر، بما في ذلك العاصمة ممفيس. استخدم الهكسوس أسلحة متطورة مثل العربات الحربية التي لم تكن معروفة للفراعنة، مما منحهم تفوقاً كبيراً في المعارك، لكن هذه السيطرة لم تكن دائمة. وبعد قرون من الاحتلال بدأت سلالة مصرية جديدة من الجنوب، وهي الأسرة السابعة عشرة، في شن حملات لتحرير مصر من حكم الهكسوس. قاد الفرعون سقنا راع البداية، لكنه لقي حتفه في المعركة ليكمل ابنه كامس ومن بعده شقيقه أحمس الأول المهمة. تمكن أحمس من توحيد مصر مرة أخرى وطرد الهكسوس نهائياً من البلاد. الصراع بين الهكسوس والفراعنة لم يكن مجرد حرب عسكرية، بل كان صراعاً حضارياً وثقافياً بين قوتين مختلفتين. كان طرد الهكسوس من مصر بمثابة نقطة تحول تاريخية، حيث بدأ عصر جديد من القوة والتوسع المصري تحت حكم الفراعنة. لا تنسي الاشتراك فيه.